السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ اللهم صل على النبي. النهارده هنعمل مع بعض السمك المقلي. ده سمك بلطي جايبينه من السوق، الكيلو ب30. طبعا نضفته وغسلته وملحته وحطيت عصرت عليه الليمون وكده وحطيته في التلاجة. بعد كده بنجيب التوم على على الكمون على ملح، وادي فلفل برضو هندقه على التوم. وده الدقيق بتاع السمك زي ما انتوا عارفين. وده الرز غسلينه طبعا وحط عليه الملح، مش لسبب يعني، عادي عشان مش كل شويه افتح البرطمان واقفله. ودي حاجه السلطه هنعملها مع بعض وهوريها لكم. ودلوقتي ادق الدقه بتاعه السمك وارجع لكم تاني. وده الفلفل اهو بعد ما دقناه مع الثوم والكمون والملح. وهنحشي السمك، هنحشيه من هنا. بصوا انا فاتحه ازاي عشان خاطر من الحشو ما تنزلش منه. ما بفتحش الحته دي، بفتح من هنا وبشيل الحاجات اللي في الراس من هنا والجوانب بتاعه الراس من هنا وهنا، وبسيب دي مقفوله بحيث انك لو حطيتي فيه اي حشوه ما تنزلش من السمك في الزيت. ودلوقتي انا حشيت واحده هنا وحطيتها في الدقيق بس عشان اوريها لكم، عشان مش هعرف اوريكم كل الكميه مع الفيديو يعني هو شغال، عشان ما اطولش عليكم. وهنا الزيت حاطينه يسخن للسمك. وده الرز بنعمله بنحمره واخلص السمك في احشيه كده من التوم والخلطه بتاعته وارجع لكم تاني. وهنا الرز اتحمر معانا زي ما انتم شايفين. هننزل عليه بالرز اللي احنا غسلينه وحاطين عليه الملح. هنقلب فيه لحد ما يتشوح مع الزيت، يتغلف كله بالزيت. وده السمك حطينا رصه منه في الطاسه عشان كان الزيت سخن. ودوت خلصناه اهو. حشيته وعملته بالدقيق. وهنكمل السمك مع بعض وارجع لكم تاني. والرز كده حطينا الميه بتاعت الرز وسايبينه يستوي. والسمك هنا هنقلب السمك. هو طبعا خد لون بس الاضاءه مش جايبه اللون كويس. انتوا طبعا بتقولوا هي بتجلي السمك واحنا مش عارفين السمك بنجلي ازاي. احنا نضفنا السمك ده مره قبل كده في فيديو وريتكم التنظيف ازاي وما جلتهوش. بس مش هو ده السمك اللي كنت بنضفه على فكره، يعني ده سمك تاني لانه كان من فتره. ده سمك جايبينه النهارده من السوق. وده يوم من يومياتي يعني بشارككم معايا في الايام اللي انا بعمل فيها الاكل وكده. مش يعني اللي عايز ياخد فكره او يتعلم حاجه عادي، مش عايز يعني براحته. ده شيء مش فرض يعني. اصل انا يوم السوق دوت عندي يوم عذاب عذاب يعني، عشان اروح السوق من الساعه 5:30 عشان الحق اجي 7 او 7:15 اغير هدومي واروح الشغل. ويوم يعني متعب بالنسبه لي. فانا لازم برضو لازم اجي اعمل الاكل عشان اللي جايين من بره واللي في المدارس كله يلحق يلاقي. لو كله يجي من بره عايزين الاكل عايزين الاكل فاكرين ان انا جايبه الاكل معايا وانا جاي. ودلوقتي هنعمل السلطه. طبعا هسيبكم على ما اعمل السلطه وارجع لكم تاني. انتوا طبعا عارفين السلطه بتنعمل ازاي، وكلكم ستات بيوت وشطار يعني، وانا مش جاي اعلم حد، انا بتعلم منكم. انا بشارككم يومياتي وبس. وده طبق السلطه عملته. انتوا عارفين طبعا السلطه بصل، جرجير، طماطم، خيار، فلفل، جزر. بس انا مش حاطه جزر طبعا. لا، اي حاجه انت عايزه تحطها على السلطه بتبقى سلطه. ودي بصل اخضر بشرته وغسلته مع الجرجير عشان ناكله بقى مع السمك. واللهم صل على النبي. دي اول رصه طلعتها من السمك. والرز معانا شرب اهو. وهديت عليه النار عشان ايه؟ عشان يكمل سوا واوريهولكوا لما يخلص. وده الرصه الثانيه من السمك. بصوا يا جماعه، انا ما بحبش اتصنع صراحه في الفيديوهات واعمل حاجه مش موجوده عندي. الموجود عندي بعمله يعني حاسه ان احنا بقينا اسره مع بعضينا، فما خدنا ودنا على بعض يعني، فبقينا فاهمين بعض وكل واحد عارف اللي عند التاني. ودي اخر رصه في السمك بتاعنا. وده السمك اهو اللي خلص.
وده الرز لسه فضياه برضو في الطبق، لسه خلصان، لسه حتى الدخانه طالعه منه. رز محمر، في ناس بتعمل الرز ببصله كده بتحمرها، وفي ناس بتعمله كده اي رز يعني، المهم يبقى في رز جنب السمك وخلاص. ودي السلطه، وده البصل والخضار زي ما انتم عارفين. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، وما تنسوش الاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.